أهلا وسهلا بكم في أم الدنيا، أهم العواصم العربية وأكبر المدن الأفريقية. أهلا بكم في جمهورية مصر العربية. اليوم يصحبكم برنامج آثار وحكايات في رحلة مع تاريخ محافظة القاهرة ومعالمها وحكاياتها المحفورة في ذاكرة التاريخ، وتسخر بها العديد من المجلدات والكتب. ففي هذه الحلقة يعرض لكم برنامج آثار وحكايات تاريخ كنيسة الشهيد العظيم ماركوريوس أبي سيفين بمصر القديمة، فكونوا معنا. أهلا وسهلا بكم في كنيسة الشهيد العظيم فيلوباتير ماركوريوس الأثرية بمصر القديمة، وتحديدا احنا في الدور الثاني اللي بيحتوي على الكنائس الصغيرة، واحنا عندنا 4 كنائس صغيرة ملحقة بالكنيسة الرئيسية. الكنيسة الأولى كنيسة ماري يعقوب المقطع، ودي في الدور الأرضي. الدور الثاني فيه 3 كنايس. الكنيسة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي هي كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل. من الملاحظ احنا وطالعين للدور الثاني بنعدي بممر خشبي، والممر الخشبي ده يشبه مدخل الحصن في الأديرة الأثرية. كنيسة الملاك ميخائيل هي كنيسة مستطيلة الشكل، مقاساتها تقريبا 15 متر في 11 متر. هي كنيسة بسيطة لكنها كنيسة مريحة خالص. موجود فيها عدد 3 هياكل. الهيكل الأول من ناحية اليسار هو هيكل 144 ألفا البتوليين أطفال بيت لحم، ويمكن الهيكل ده هو الوحيد اللي بيشتهر بهذا الاسم. هذا الهيكل موجود به الحجاب الأثري بتاعه اللي هو مطعم بالعاج والأبانوس. ويمكن ملاحظة بسيطة، يعني الفنان القبطي رغم قلة الإمكانيات في ذلك العصر إلا أنه استطاع أن يشكل العاج والأبانوس بأشكال دقيقة جدا وأشكال صغيرة الحجم جدا بأدوات بسيطة خالص، مما يدل على عبقرية الفنان المصري القبطي القديم. الحجاب في وحدات عبارة عن صلبان، وفي عبارة عن أشكال لبعض الطيور وبعض الأزهار. موجود أو مكتوب عليه باللغة القبطية ومترجم بعد كده برسم 144 ألف البتوليين أطفال بيت لحم. كمان يلاحظ أن على جانبي الباب موجود بعض الحروف الأبقطي، والحروف الأبقطي دي احنا بنترجمها إلى تاريخ. الحروف دي تترجم إلى أرقام وهي تاريخ الشهداء، ولما ترجمناها لأنها إن هي عاملة أو ترجمتها يعني سنة 1469 للشهداء، وده يقابله في التاريخ الميلادي 1753، يعني الحجاب ده من القرن ال18 تقريبا. الهيكل الثاني اللي احنا موجودين قدامه دلوقتي هيكل رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، مصنوع من الخشب، عليه أشكال صلبان. ربما يبدو شكله بسيط يعني، لكن من حجم من ناحية المساحة هو أكبر شوية من هيكل 144 ألف البتوليين. الهيكل الثالث والأخير هو هيكل القديس أنبا أنطونيوس أب الرهبان.
الحجاب من الخشب المحفور عليه بالصلبان. يمتاز هذا الهيكل أو حامل الأيقونات موجود عليه عدد 13 أيقونة أثرية، مقاساتهم كلهم يعني متماثلة 30 سم في 30 سم، عبارة عن اللي في المنتصف السيدة العذراء تحمل الطفل يسوع، ومن الجانبين 6 و6 اللي هم الآباء الرسل. الكنيسة كمان بتحتوي على عدد من الأيقونات الأثرية. كل الأيقونات اللي موجودة هي من القرن ال18 من رسم الفنان يوحنا الأرمني، فيها عدد 5 أيقونات. أيقونة السيدة العذراء مريم، بعد كده أيقونة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، ده فن قبطي، وفي أيقونة تانية لرئيس الملائكة ميخائيل فن يوناني. فاحنا عندنا 2، واحدة فن يوناني والتانية فن قبطي. وأيقونة رؤساء الملائكة أو أيقونة السمائيين دي برضو فن يوناني، وأيقونة أنبا أنطونيوس دي برضو فن يوناني. كمان بتمتاز الكنيسة بوجود 2 من الجداريات، جدارية فيهم لأحد الفرسان، متصور فيها يعني أحد الفرسان، والتانية لمعلمنا القديس بطرس الرسول، لكن الاثنين يحتاجوا إلى ترميم. من الملاحظ كمان بعد خروجنا من الكنيسة في الطرقة الرئيسية موجود عدد 2 جدارية. الجدارية الأولى هي لأحد الفرسان، كبيرة الحجم، تقريبا حوالي 1.5 متر في متر، أحد الفرسان. وبنقول عليها أحد الفرسان لأني مش موجود عليها أي كتابات تبين مين صاحبها، وبالتالي من الأمانة العلمية أن احنا ما نذكرش اسم معين. يعني الجدارية الثانية باسم رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، وتحت الجدارية دي في موجود كتابات باللغة القبطية بعد ترجمتها لقينا موجود فيها تاريخ، وده سنة 1174 ميلادية، يعني الجداريات دي من القرن ال12، وده يدل على قدم هذه الكنيسة. لاتين امريكا ضيوفنا من الاكوادور، امريكا اللاتينيه، وجايين يزوروا كوبتك سكوير او مجمع الاديان. جميل جدا ان هم هيحاولوا يكلموا معانا انجلش ويعرفونا ليه اختاروا هذا المكان. Nice to meet you, sir. Would you please introduce yourself, your name, your country and everything? Yes, my name is Jose Pintado. My wife Yvonne Pintado. Yvonne? Yeah. My daughter Lina Pintado. Yeah. And my other daughter Corina Pintado. All the family. All the family, yeah, all the family. I'm from Guayaquil, Ecuador. Yeah. Okay, and we're visiting Egypt and having a beautiful time. Yeah, gorgeous. How many days you spend in Egypt? So far, we've been here 11 days. Yeah. Doing a lot of sightseeing, and we have been enjoying ourselves here. Yeah, gorgeous. First visit. First visit, yes. All of you. Yes, see. What other places have you been before Egypt? Before Egypt? Country you visit before? Canada, United States. Closer to Ecuador. Closer to only. This time overseas. Colombia. Colombia. So, how do you know about Egypt? Do you need any help from a tour agency? Have you scheduled the places by yourself? No. When you go to school, you learn about Egypt and its civilization. So it's in your curriculum at schools, the history of Egypt. Yes. I used to read books about Egypt when I was younger. There was one book
the Magic Tree House, and they had a book about ancient Egypt, and we watched movies like The Mummy, and it is in our culture to learn about ancient Egypt and modern Egypt as well. So it's a place pretty attractive to you. Yes. So when you read about it or study or even watching movies, what is the conception about Egypt? And even when you come here, do you find it true or is different? I think the people before and now are very intelligent, very wise, very smart, very innovative. They make beautiful creations, have beautiful stories. It's a wonderful history, and I think that learning it and still being here, that's been very true. What is the better place you like here in Egypt? A place you have a lot of photos? Mom. The pyramids of Giza. Yes, and the Roman in Luxor. No, the Roman amphitheater. Roman theater in Alexandria. Alexandria. Roman theater in Alexandria. And what about Luxor? What about temples? Oh, amazing. So many. Amazing. Hatshepsut, beautiful, beautiful temple. It's very clever architecture, very arts. Yes, all of the different areas that were built by each pharaoh. I think that was very, very smart. Backing to Coptic Square, how do you know about Coptic Square, and how could you schedule the places, because it's an open museum, have a lot of churches and music and even mosque and a lot of touristic architecture. I did research on that. Yeah. And you can see a lot of researches. Yeah, gorgeous. With the metro. You visit station, all of yeah, these? Metro, yes. Scribbling places? And the metro stations also, map. So today it's an open day, so we decided to come here to the Coptic area. And we were lucky to find a gentleman named Jasur outside. He's a guide, and we hired him to show Give you a lot of information. Yes. So what's your estimation for the Egyptian guide or touristic guide? Very knowledgeable. Very knowledgeable. Yes, all of them. Everybody. The information is very satisfactory. Yes. To what I saw here, to what I read. Yes. Yes. I'm also lucky to meet you here, and hopefully back once again to Egypt. Not only once again, maybe a lot of tours. We have a lot you haven't been seen up till now. Like oases, different cities. It's gorgeous. All the kind of tourism you can find in Egypt. Oh, yes. Yes. So finally, I need a message to your people in your country, in your language. What could you tell your friends in your language? Que vengan a visitar Egipto. To come and visit Egypt. And what else? My sisters are coming in October. Yeah, gorgeous. Mis hermanas. You recommend it for her? Sí. Yeah. Sí. They coming. They already booked. They coming in October. Thank you, and waiting for you once more. Okay. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Okay. Yeah. مزار الشهيد ماري جرجس هو موجود في مجمع الأديان، لكن مش كل الناس بتزور هذه الأماكن. الكنيسة المعلقة، المعبد اليهودي، جامع عمرو بن العاص أكثر جذبا للمشاهد أو للإضاءة أو للزيارة، لكن احنا حبينا نوريكم أماكن تانية في هذا المتحف المفتوح. It's introduction about the place. So I'd like to know how do you know about this place? All people coming to just the splendid church. Yeah, so before traveling we try to Google
a little bit about the city. First of all, your name, your nationality. Okay, so I'm Mikel, and I'm from Spain. And I'm Elena. I'm also from Spain. From Barcelona. Barcelona and Valencia. Yeah, welcome Egypt, and first visit for both of you. Yeah, this is our first time in Egypt. What other places you've been? What other, for the sake of tourism? So we've been to Vietnam. Vienna. We've been to Marrakesh. Yeah. Marrakesh, Africa, and Arab country. Yeah, also, and then Mexico. Yeah. United States. Yeah. And then Europe, like Both of you. Yes. So this is second Arab countries you visit after Marrakesh. yeah. Yes. Yeah. How many days you will spend in Egypt? 19 days. 19 days, more or less. Yeah. You distribute the visit to different cities or just Cairo? So we go to Cairo, Yeah. and then we move to Hurghada, Luxor, Aswan, and then Sharm el Sheikh. Good schedule. It's very gorgeous. Yeah, you choose a good places. So first day for you in Egypt. Second day. So I'll ask you about the first day. What are the places you visit? So we go to then Egyptian Museum Egyptian Museum. first. Egyptian Museum at Tahrir Square. Yeah. And then not civilization or of course the Grand not open yet. Yeah, the new day said that is opening in November, Yeah. so we couldn't go there, and then we went to the other one, Yeah. which has all the mummies and the history of Egypt. Yeah. And then in the afternoon we went to Bazaar el Khalil. Yeah. Do you have accessories from Khan al Khalili? Not yet. Not even gifts to your friends? Not yet. The last day we will come back to the Cairo, so we will buy the new things. Souvenirs. Yeah. So you postpone it to the last time? Yes. Yeah. If not, we have to carry them, till the end. It's a good idea. So what about Egyptian food? Have you tried? Yes, it's really nice. Do you remember the name, the ingredients? Koshari Koshari, yeah, gorgeous. and shawarma. 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 But is it spicy a little bit? No, the one that we tried, no. You used to spicy food in your country? No, nothing. We are not spicy in Spain. So what other plan? What do you think about Hurghada? You like diving? You like snorkeling? Yeah, so we have the diving license. So we are going to Hurghada and Sharm el Sheikh to dive, to see like dolphins and sharks and turtles. Gorgeous. First day is for Egyptian Museum. Second day for the Coptic Square. I'd like both of you talking to me about your conception about Coptic Squares and what have you seen here. Yeah, so we went to the Citadel this morning, and now we just arrived here, and we are entered first in this St. George. Have you read about Coptic Square before coming? Have you read about it? No, not too much. Just when we arrive, some people talk about it, and we also Google it in internet. Is it exciting for you? Yes, of course. What you like most here? What is the best photo you have until now? The best photo? We have not taken photos, not yet. You lost a lot. You need a photo every place you visit in Egypt. We I take agree, I pictures. agree. We take pictures of the food. Yeah. That's the most No, important but also in thing. the Ciudadela, Yeah. it was In the mosque. in the mosque was a really nice picture. I take one. I don't want to waste your time because you have a lot of places to have a shooting a photo and then visit. Yeah, we will do that. We'll shoot A it. message to your friends about Egypt and about Coptic Square. Okay, hey, you should come here. I think it's an eye-opening experience, and you are welcome to Egypt. Yeah, you are welcome, of course. And That's what all. could you say to your friends about Coptic Square? I think it's nice. It's a point that we have to. Everyone who is here has to come here. Thank you. Enjoy your time. Yeah, thanks. Okay. ومن داخل أحد أبرز المناطق السياحية والأثرية بمنطقة مصر القديمة كانت حلقتنا اليوم، وإلى لقاء جديد وحلقات جديدة وبرنامج آثار وحكايات.